مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليستي ان. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. كشفت اليوم الاستاذه وفاء الشاذلي على صفحتها الرسميه بالفيسبوك بانه تمت الاتاحه بقاضي معزول تلقى رشوه بقيمه 400 الف دينار. واضافت الاستاذه وفاء الشاذلي في ذات السياق: باذن من وزيره العدل ليلى جفار تمت احاله مساعد وكيل الجمهوريه بولايه نابل على النيابه العموميه لفتح تحقيق بخصوص شبهة تدليس محضر محجوز والاستيلاء على 2 كيلوغرام من المخدرات والتفريط فيها بالبيع. كذلك أكدت الأستاذة وفاء الشاذلي أن ملف رشوة بمبلغ 400 ألف دينار يتيح بقاضي معزول، وتقدم الأبحاث يسير بخطى حثيثة نحو الإدانة. للأسف هذا القاضي كان اليد التي تم بها تسليط المظلمة على عدة شخصيات سياسية واقتصادية لتسهيل ابتزازها، من أخطبوط الشيخ وبعض مكاتب المحاماة. كنقولوا الشيخ واخطبوط هنا نعرفوا على شكون تقصد الأستاذة وفاء الشاذلي. كما قاعدين تسمعوا معناها خوار كبير ياسر مساعد وكيل جمهورية في نابل يقوم بإتلاف كومكوا معناها في المحاضرة عمل إتلاف 2 كيلوغرام معناها من المخدرات، وبعد ياخوهم يمشي هو يبيعهم ورشوا بقيمتها 400 مليون باش يفرط فيهم. هذوكم ماك تعرفوا انتم الجرام ب 300 ألف برا، احسب عاد انت قداش فيها فلوس. حسيلو ما نطولش عليكم، عندي كنقول كان تحية كبير ياسر رئيس الجمهورية قيس سعيد. علاش لولا مسار 25 جويلية وتعيينات جديدة في وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة العدل، من نوعا ما ذم الكل تبقى معنا في المنظومة القديمة وتتستر الكل على بعضها وكلها معنا تتمعش من بعضها وهكاك معنا بالسترة، ويخدموا العباد دبر في روسة وفلوس وفيلات وكرام وحالة معاهم وكا، والبلاد مقسومة عباد عايشة وعباد موتة. حاسيلو تحية كبير ياسر رئيس الجمهورية. بالطبيعة اللي يحب يساند يساند واللي يحب يعارض يعارض، ما نلوم حتى حد، كل واحد ورايه. أنا ديجا شان هذيك عملها نعطي في رايه ونقدم في أخبار شنو قاعد يصير معنا يوميا، وإن شاء الله ننهضوا بالبلاد هذيا لينا احنا ولصغيراتنا وكل شيء معناه. حاسيلو الكلمة الأخرى عندكم انتم لو كان تحبوا تعلقوا على التجاوزات الكبيرة اللي قام بها معناها مساعد وكيل جمهورية في نابل. حاسيلو ما نطولش عليكم، الكلمة الأخرى عندكم انتم، وهاكم نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.